رجعت لكم ببارت جديد. بعد ما الكاهن استخدم السحر وفتح باب سري ورا مكتبة وطلع وراها سجن فيه جثث ومليان دم. يلا بينا نكمل. أول ما شافت سرينكس المكان اشمئزت من ريحة الدم والمنظر، وشايف الراجل اللي عمال يعيط وهو بيتجرر السجن والناس اللي شكلها غريب. ساعتها أدركت إن دول نصف وحوش، وهي بتفكر لقت هايمدال ماسك إيدها جامد بتناديه. لقيت عينه لونها أحمر وشبه عين التعبان اللي بيطارد فريسته. خافت سرينكس بس حاولت تهدي نفسها، لأنها فاهمة إن المنظر اللي شافوه ده استفزه، وهيكون أمر خطير جدا لو شك فيها إنها عارفة عن أنصاف الوحوش وممكن يهاجمها كمان. عشان كده لازم تخفي إنها عارفة بأي وسيلة. قالت له بهدوء هايمدل يلا بينا نتحرك. مسك إيدها جامد وقال لها أنت عارفة إيه ده؟ قالت له مش عارفة. ضحك وقال لها دول نص وحوش والمكان ده اسمه المصنع. ورجعت عينه تاني للونها الأصلي اللي غيرته سرينكس بالسحر لما جم اتنكروا، وقال لها أنت شفتي حاجات وحشة أوي النهاردة. أنا آسف يلا بينا نمشي. فضلوا يمشوا في الممرات لحد ما لقوا المكتب اللي فيه جوهرة إيف. استخدمت سرينكس جوهرة تانية تشوف فيه سحر في المكان ولا لأ، بس طلع إن فيه سحر لمهاجمة أي حد يدخل المكتب. اترددت سرينكس في إنها تاخد الجوهرة لأنه لو اتقبض عليها دلوقتي هتكون في ورطة. وبصت لهايمدل وسألته عن الحراس اللي واقفين على الباب مهارتهم عاملة إزاي. رد عليها إن في 4 حراس موجودين على الباب، 2 قوتهم متوسطة وواحد عادي جدا، بس في واحد منهم قوي جدا. بس ال4 مش فرسان. فكرت سرينكس مش معقولة، وظفوا مرتزقة؟ المفروض إن قاعدة المرتزقة في المنطقة الخامسة، وعشان توظف شخص متوسط أو مستواه عالي بيحتاج فلوس كتيرة قوي، وهم موظفين 4. أكيد دي قوة المركز روسيلت. وقررت إنها ما تاخدش الجوهرة دلوقتي، واكتفت بس بحط سحر تعقب عليها. سألها هايمدل إذا كانت هتنزل، بس ردت عليه إن غرضهم النهاردة بس كان إن هم يتحققوا من وجودها، وهي موجودة فهم كده كده هيرجعوا لها تاني. وقبل ما تكمل كلامها حسوا باهتزاز جامد جدا. قال لها هايمدل إن الاهتزاز ده جاي من السقف. بتبص تاني على المكتب لقيت مجموعة مقنعة استخدموا جهاز تعطيل السحر ودخلوا المكتب، يعني حرامية تانيين. بس الفرق بقى إن دول ملفتش نظرهم الجوهرة، اللي بيدوروا عليه بس هو الورق. وسرينكس بص عليهم مستغربة إن هما مجوش عشان الجوهرة. فجأة جه هايمدل من وراها وحضنها وقال لها إحنا هنسيبهم كده؟ ردت عليه وإحنا مالنا، كده كده محدش عارف عن وجودنا. في نفس الوقت بعد ما لقوا الحرامية التانيين الورق اللي هما عايزينه وجم ينسحبوا، الأداة اللي استخدموها عملت صوت عالي جدا. دخلوا الحراس اللي كان بيحرسوا المكتب ومعاهم سحرة وهجموا عليهم ومعرفوش يهربوا، بس ادى المقنعين المستندات لواحد فيهم وقالوا له ان هو يهرب الاول بالمستندات. وقفوا يمنعوا الحراس ان هم يجروا وراه. جه الساحر يستخدم السحر بس اداة تبديد السحر اللي مع الحرامية التانيين منعته. اعجبت قوي سرينكس اللي بص على اللي بيحصل كانها بتتفرج على مسلسل بالاداة دي. فضل الحراس والحرامية التانيين يقتلوا بعض، وسرينكس كانت هتستغل الدوشة دي عشان تهرب بسهولة، بس اتشال قناع واحد منهم وطلع الشخص ده بقى الايد اليمنى للانتيلا. أول ما شافته اندهشت وسألت هايمدل إذا كان في أي دعم للحراس جاي ولا لأ، إنه حاسس بوجود عدد كبير قوي جاي بس لسه في الدور اللي تحت. قالت له يلا بينا إحنا محتاجين نساعدهم، المقنعين دول تبع لينتيلا، واضح إنها محتاجة حاجة من هنا، ولو ساعدتها دلوقتي هيكون لنا بطاقة مضمونة قدام نستخدمها، وبعد إنقاذهم هنهرب على طول. وقبل ما تكمل كسر هايمدل فتحة التهوية ونط ونزل على المكتب وقال كويس المكان هنا واسع ومريح. وبص ناحيتها فوق وقال لها وهو بيبتسم ليها وبمدد إيده ليها يلا انزلي يا حبي. نزلت سرينكس وشالها. سألته وهي متعصبة انت عملت ده بقصد صح؟ قال لها طبعا عزيزتي، ما كنتيش هتقدري تنزلي غير كده. انتي اتفاجئتي صح؟ غالبا كده هما فاكرين ان هما في الكوكب لوحدهم. اساسا كل اللي في المكتب سابوا القتال وبصين عليهم مذهولين ومش لاقيين كلام يقولوه. طبعا نزلوا فجأة واتفتح عليهم مسرح رومانسي من اللامكان. هما كانوا لسه اساسا في كوكب اكشن. المهم بقى ان سرينكس طلبت من هايمدل انه يقضي على الحراس في 40 ثانية بس قبل ما الدعم يوصل. وفعلا هجم واحد على هايمدل وهايمدل طيره من غير حتى ما يكون معاه سكينة، وأخد السيف بتاعه وقضى بيه على بقية الحراس ما عدا أقواهم اللي كان بيقاتل ساعتها مساعد لنتيلا. ساعتها بقى الحارس ساب المساعد وجري يهاجم هايمدل. قربت سرينكس من المستندات اللي وقعت على الأرض وقالت لمساعد لنتيلا شريكك اللي اتهاجم لسه ما ماتش، بسرعة خد المستندات وزميلك اللي وقع. وأخدت سرينكس شوية مستندات معاها. حاول يسألها المساعد هي مين بس ما كانش فيه وقت. قربت سرينكس من الصندوق اللي فيه الجوهرة، بس أول ما حطت إيدها لقيت عليه سحر قوي جدا وعور إيدها. فكرت سرينكس إنها عارفة إنها كده كده مش هتاخده النهاردة، فكويس أوي إنها حطت عليه سحر التتبع، بالذات إن بعد اللي حصل النهاردة أكيد الطائفة دي هيغيروا مكانهم وهيروحوا لمكان تاني. جه من وراها هايمدل وقال لها عزيزتي أنا خلصت. بصت سرينكس وهي متفاجئة، فكرت بجد بالسرعة دي؟ قالت له خلاص يلا بينا نخرج، كده كده مش هعرف اخد الجوهرة النهاردة. وفعلا خرجوا كلهم بسرعة، وكان باقي بس 10 ثواني على مجيء الحراس، بس برضو قبلهم في الطريق. استخدمت سرينكس السحر عشان ينقلهم كلهم لمكان تاني، بس لاحظ واحد من الحراس ده وحاول يهجم عليها بس جري عليها هايمدل وحضنها واتفعل السحر واتنقلوا كلهم لمكان تاني.
لما وصلوا لمكان تاني كان سحر التنكر اختفى، ورجعوا تاني لشكلهم الأصلي. اندهش مساعد لنتيلا أول ما شافها. ضحكت له وقالت له ازيك، اتقابلنا قبل كده صح؟ بصلها بحدة جدا. قالت له مالك بتبصلي بنظرات مشبوهة كده ليه؟ قال لها ممكن تديني المستندات اللي معاكي؟ خرجتها له وقالت له قصدك دي؟ لا مش عايزة. في حاجة تخليني أسلمها لك؟ اتعصب عليها وقال لها إنها مجرد موظفة عند لينتيلا. بس ردت عليه سرينكس إنها موظفة عندها بس لما لينتيلا بتستأجرها، وده مش الحال دلوقتي. ورغم إنها ولينتيلا حلفاء إلا إن هما الاتنين عارفين إزاي يفرقوا بين العام والخاص. يعني حبايب بس الشغل شغل. وسألته سرينكس هما كانوا جايين عشان إيه بالظبط، بس رفض يجاوب عليها وما جاوبش. بس غير رأيه لما هددته إنها هتحرق الورق. قال لها إن ده كان أمر من لينتيلا، إن هما يتابعوا مسار زعيم المنطقة الأولى. ولما حققوا وراه اكتشفوا اللي في الورق ده، إن ليه علاقة بالطائفة، وإن هما بيخفوا الناس وبيعملوا عليهم تجارب. ولقوا كمان جثث مرمية على الباب الخلفي للمكان اللي هما كانوا فيه دلوقتي. فكرت سرينكس إن ده لو اتكشف والورق اتعرف واتسلم للنبلاء اللي ضد إسلا، ساعتها إسلا هيتقضي عليه تماما ومش هيعرف يخرج منها. مش هيبقى أبدا زي موضوع تزوير المجوهرات، وأي استقراطي معاه هيتعرض لضربة قاضية. وساعتها حتى العيلة المالكة مش هتعرف تتستر عليه تاني زي حادثة دار المزاد، لأن ده هيكون موضوع حساس قوي، بالذات لولي العهد اللي المنصب بتاعه لسه في خطر. وسرينكس كانت عارفة إن لينتيلا هتعرف تستخدم الورق ده أحسن منها، بس كانت عايزة برضو تعرف معلومات أكتر، لأن أكيد تحقيقاتهم دي عرفوا منها معلومات كتيرة قوي. لما حس المساعد إنها مش هتديله المستندات، حذرها من إنها تكون عدوة لينتيلا، وقال لها إن لينتيلا عارفة فين موقع المنظمة الدينية، وإن هما بيتكلموا مع بعض برموز، والرموز دي حلها معاهم هما. وإن الجوهرة اللي أخدتها وهي بتجمع المستندات وموجودة دلوقتي في جيبها. وقبل ما يكمل اندهشت وقالت له جوهرة في جيبي، وحطت إيدها في جيبها ولقت حقيقي في جوهرة. ما أدركتش خالص إنها أخدت جوهرة كفعل لا إرادي وهي بتاخد المستندات. قال لها الجوهرة دي هي اللي احنا بنستخدمها عشان ندخل مكان المنظمة، واللي معاكي دي نصها بس، والنص التاني معايا دلوقتي، ولازم تستخدمي النصين. يعني بالمختصر كده، لو عايزة حاجة من المنظمة دي انتي محتاجينها، فأحسن ادينا المستندات. قالت له سرينكس حلو جدا، يبقى خلاص قولي لانتلا انها تيجي بنفسها وتاخدها، هبقى سعيدة جدا وانا مستنياها. واستخدمت سحر تنقل وانتقلت هي وهايمدل لمكان تاني. طبعا كل المحادثة المهمة اللي فاتت تمت وهايمدل حاضن سرينكس ومش سايبها من ساعتها. المهم ان هما بعد ما انتقلوا، مسك هايمدل ايدها اللي اتجرحت لما كانت بتحاول تمسك صندوق المجوهرات اللي فيه ايف. قال لها انتي اذيتي نفسك وانتي بتحاولي تنقذي اوغاد لينتيلا، لو كنت عارف كده كنت كسرتي ايد الحراس دول بدل ما انا ضربتهم بالراحه. بعدته سرينكس وقالت له هتفضل لحد امتى حاضني كده؟ راح قرب منها وحضنها تاني، وشها احمر وقالت له انت مش هتسيبني بقى؟ همس في ودنها وقال لها دلوقتي لما اجي افكر في الموضوع، هو احنا لسه بنتواعد؟ ردت عليه ده كان بس لعب ادوار اليوم واحد. قال لها انتي مش عايزه ده ينتهي لسه صح يا سيدتي الصغيره؟ بعدت عنه وقالت له انت اتعلمتي الكلام ده فين؟ رد عليها ممكن ده بسبب الغريزه، بس ما تخافيش مش بعمل ده مع الكل. بص عليها وهي ماسكة ايدها المجروحة، وقال بصوت واطي هي ما سمعتهوش انا مش عاجبني انه واضح انك متعودة انك تحسي بالألم. وسألها انت ليه مش بتشفي نفسك؟ ردت عليه انها بتحاول تدي نفسها وقت عشان جرحها يشفى براحته، وفضل يقرب منها وهي تبعد. قال لها انت خايفة مني؟ فكرت انها تعبانة بعد المجهود اللي عملته، بس هو فيه لسه طاقة يزعجها ولسه الطريق طويل للبيت، وطول الطريق هو هيقعد يضايقها. قرب وشه منها وسألها انا كنت كويس النهاردة صح؟ قالت له ايوه. رد عليها وهو مبسوط كويس انك مش بتكدبي. مسك دقنها وقال لها استمر في العمل الجيد في المستقبل. ايه رأيك في المجاملة؟ مش صعبة صح؟ عشان كده اتمنى انك تفضلي لطيفة معايا. وقبلها هايمدل وكمل كده هحب ان انا اديلك كل اللي في قلبي المرة الجاية. بعدته عنها وقالت له بطل تقول حاجات غريبة وابعد عني وما تقربش، انت كده كده خلاص خدت اللي انت عايزه صح؟ قال لها انت عارفة اللي انا عايزه بس عاملة نفسك مش عارفة حاجة. انا ما كنتش عارف انك هتسمحي لي ان انا اقبلك. وقبل خصلة من شعرها وكمل شعرك زي لون جذع الشجرة في ضوء القمر. وهنا هناخد قنبلة الموسم، إن هايمدر مش عارف شكل سرنكس الحقيقي، لأنها بتستخدم سحر يظهرها بشكل مختلف في عين كل واحد بيشوفها. يعني هايمدر شايفها شعرها بني وبشكل، وأندرو جارها شايفها شعرها أحمر وبشكل تاني، وسيدني شايفاها بشعر أصفر وبشكل تالت، وهكذا. فكده لما تيجي تهرب محدش هيعرف يوصلها، لأن ملهاش شكل محدد، والشكل اللي هايمدر شايفه دلوقتي ده هو شكلها الحقيقي قبل ما تتجسد. اتضايقت سرنكس وفكرت ايه اللي بفكر فيه ده، كده كده العلاقة دي مزيفة من البداية. واضح ان انا مفتقدة دفء الناس اكتر من اللي انا فاكراه. عموما كده كده العلاقة دي هتنتهي قريب، لازم اميز بين العمل وحياتي. مسكت وشه وقالت له ماشي، بس لو عايز تاخد مجاملات زي اللي بتقولها دي
يبقى تظهر لي وش لائق، وشه هو مش وشك انت. قصدها طبعا هايمدر النهاري. اتعصب هايمدر وقال لها مع الأسف حظك سيء لأن ده صعب جدا. قالت له عموما كده كده أنا وهو بنقضي وقت ممتع مع بعض، ما عنديش مشكلة تقبلني تاني، أصلا أنا وهو ما عملناش ده مرة واحدة ولا مرتين. كدابة أوي سرينكس، هايمدر النهاري كان زمانه مات لو قبلته أساسا. اتضايق هايمدر وتعبيره اتغيرت. قالت له سرينكس يلا بينا نروح. قال لها إن هو عنده مكان تاني يروحه، هيروح يشوف رجاله. ظهر حواليه دخان اسود ومشي. اندهشت سرينكس لانها شافت الدخان الاسود ده، وفكرت انه ممكن يكون في ساحر اسود بين رجاله، بس هي متعرفش اي حاجه عن رجاله، لان في الروايه كل اللي كان مذكور ان هو الشرير الاخير والمذنب الرئيسي لكل المؤامرات، بس ما اتشرحش ابدا مدى قوته، بس ان هو عمل حاجات مجنونه كتير. عشان كده الحاجات الوحيده اللي تعرفها عنه ان عنده اشخاص بيتبعوه. ورجعت بيتها ونامت، وفكرت ان هما بقالهم اسابيع مع بعض، لدرجه انها حاسه بالغرابه لما دخلت تنام من غير ما حد يقول لها ليله سعيده. في نفس الوقت راح هايمدر لمكان تاني، قابله في واحد قال له ايه ده، عدى وقت طويل قوي، بقى صعب قوي ان احنا نشوف وش الرئيس الايام دي. وقال له ان هو مش عارف يعمل حاجه من غيره، وانه بقاله معاه 10 سنين وخادم مخلص ليه، بس دلوقتي كل ما يشوفه بيلاقيه بيتسول في بيت سرينكس وبيطبخ وبينظف ويساعدها كمان في شغلها. قطع هايمدر وقال له المنطقه التالتة، عايزين نخلص من المنطقه الدينيه دي. اتعصب بيث وقال له قلت لك بطل تتكلم معايا كده، هو انا كلبك؟ بصله هايمدل بحده وقال له انت مش عارف ان الحيوانات لو ضربتها مش هتسمع لك، علشان كده مش بضربهم. اترعب بيث وقال له خلاص هعمل اللي انت عايزه. سأله بيث اشمعنى المنظمة دي، قال له هايمدر ان المصنع اتبنى مرة تانية، ونعرف بقى ان المصنع ده اللي بيتعمل فيه انصاف الوحوش، وانصاف الوحوش دول اللي ورثوا دم الوحوش، بس العرق ده اختفى من زمان قوي، بس اتولدوا مرة تانية بشكل عشوائي بعد ما فضل دم الوحوش في دم الناس واتورث، وهيفضل واحد من الناس دي اللي في دمها دم وحوش. المصنع بقى هو المكان اللي بيتعمل فيه التجارب على النص الوحوش دول، والأشخاص اللي نجوا من المصنع ده فيه علامة رهيبة بتدل عليهم، وهو الدخان الأسود. في الأول لما الناس بتشوفه بيتلخبطوا بينه وبين الصحراء السود، عشان كده هما مش معروفين قوي، بس مع الوقت بيتعرف، ومع الوقت كمان أنصاف الوحوش دول بيتحولوا لوحوش كاملة، وبيفقدوا شكلهم البشري بعد ما بيتعمل عليهم كل التجارب دي، وكلهم بيكون في هدف واحد بس متفقين عليه، هو إنهم قبل ما يموتوا بسبب الآثار الجانبية أو يتحولوا لوحوش كاملة لازم ينتقموا. قال له بيث إن هو هيروح يتسلل ويعرف المعلومات، ومحتاج معاه 3 كمان. قال له هايمدل المركيز روتسيلت هو اللي ورا الموضوع، وإنه مش هيروح معاه. فهم بيث إن هو أكيد مش هيروح معاه بسبب سرينكس. قال له بيث إن هما مستعدين عشان ينهوا حياة لينتيلا، ومش هياخد وقت طويل قبل ما يبقى هو رئيس المنطقة. وسأله انت ناوي تنفذ الخطة امتى؟ قال له هيفضل بعد ما نضرب المصنع. فضل هايمدل في المكتب عشان لما يطلع الصبح ويتغير بشخصيته النهارية يفضل في المكتب وما يروحش عند سرينكس، لأن هو شخص مسؤول جدا، فأول ما هيشوف الأوراق دي هيقعد يساعد أتباعه لحد الليل ويرجع تاني لشخصيته، وكده ضامن إن الشخصية النهارية مش هتشوف سرينكس. افتكر هايمدل قبلته مع سرينكس، وقال الأمر حقيقي بقى ممتع جدا. الصبح بقى في بيت سرينكس فضلت مستنية هايمدل بشخصيته النهارية، وطبعا ما جاش، بس اللي جه بداله حد تاني، لينتيلا. كده الموسم الأول خلص، وهرجع ألخص المانهوا تاني أول ما ترجع مرة تانية. عايزاكم تقولولي بقى ايه رأيكم في المانهوا دي وقصتها كمان، وأعمل قصص زيها ولا لأ. استنوني في المانهوا الجاية، مش هتأخر عليكم. باي.